حازم مساء الفل. مساء الفل يا دكتور، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا عندي مشكله، هتقول لي الحل؟ هقول لك ما انا جربته قبل كده بس ما ينفعش، او اللي انت بتقوله ده بس ما ينفعش معايا، او يثبت. اوكي. ايه اللي يخليني مش عايز احل المشكله؟ انا لو حد بتكلم معاه وبنهرب من بعض، يعني اقول له حجه فيقول لي يثبت، امم. اللي هيجي على بالي بصراحه اولا انا هرفع الرايه البيضاء اقول له باشا انا اسف، لان هو كده انا بالنسبه لي انا فور سام ريزن لسبب ما انا خبطت في الايجو بتاعه. هو بيكلمني من حته والله ما انا قايل لك ان هي ممكن تتحل. فلو انا في الدايناميك ده انا بالنسبه لي هرجع خطوه لورا، هغير الموضوع تماما وبرجع اركز تاني على ان انا وهو، ان العلاقه، لان ممكن اكون انا متلهوج ان اللي قدامي يحل بسرعه، انا فرستريتد من البيس بتاعه او الوتيره بتاعته، فكان عايز اقول له باشا شوف بقى اللي عندك وخلصني عايزين نحل. امم. فهو من الواضح ان هو طالما يثبت يبقى هو مش هنا، فمحتاج مدخل تاني. لان الواحد بيسال نفسه كده، دخلت اوضه واخترت تروح لمعالج، يبقى في حته جواك بتقول احنا محتاجين نتغير، بس انا دلوقتي بكلم حته تانية، الحته التانية بتاعت اللي هو الايجو، اللي هي مجموعه الافكار اللي هي طول حياتك بتحميك، اللي هو ما ينفعش اقول ان هو صح. كانه مثلا كان انا عملت ترانسفيرنس على حضرتك انك بابا، شفتك بابا فجاه، فعندك لغبة العند، رغم ان كلامك ممكن يبقى صح، امم. بس انا عم قوي اي حد تاني يجي يقول لي اقول له يا باشا انت عندك حق. ولا انا عايز اثبت حاله لنفسي؟ انا رحت والحلول اللي بتتقال لي مش ماشيه معايا، او او لسه هم لسه مش عارفين يلاقوا لي حل. اه هنرجع تاني اللي حضرتك قلته، اه. اللي هو ما تفرقعليش البالونه بتاعتي، امم. ما تبقاش غلس. او في حاجه تانية اللي بيسموها learned helplessness. انا وصلني من العالم حواليا طول ما انا صغير ان انا ما بعرفش، ان انا مش هعرف اعمل حاجه. فحتى لما بيتم اقتراح حاجه ممكن تفرق معايا او تغير معايا، انا بشوف ان لا، مش هقدر اعملها. لان انا لو عملتها واتحلت، اوكي ماشي، القصه بتاعتي هتبقى مش موجوده، بس انا الصوت اللي جوايا دايما انت ما بتعرفش، انت مش هتعرف تعمل. لو حد بيفكر كده بالنسبه لي انا محتاج يكون عندي شويه كومباشن تجاه ان انت طالما ما دقتش مم. حلاوه انك تجرب فتلاقي نفسك بتعرف فتفتخر بنفسك، فالموديل بتاع البيهيفير ده بالنسبه لك مش مفهوم. انت المفهوم بالنسبه لك ان في خطر بصدق ان هو جاي، او فشل بصدق ان هو جاي، فبتجنب فبحمي نفسي ففي ريورد. انت بتقترح عليا هابت سايكل مختلفه، فهو بصراحه دي عند الشخص you have to have the motive to jump. ما هو تمام خلاص انت عايز تفضل مكمل في الليرند هيلبلسنس، ما مم. تجيليش تاني، لان في قفزه ثقه انت محتاج تاخدها. انا عايزك بس تدوق طعم حبك لنفسك، او ان ايه ده انا بعرف، ده انا ابسط المواقف. يعني الواحد وهو يعني انا بتعمد دلوقتي اي حاجه في الدنيا، اي حاجه من اجدد رخصه عربيه بتاع، دايما الواحد بيبقى جوه خايف هيضحك عليك، لازم مش عارف تعمل ايه. فلما جربت مره واتنين ودقت طعم ان انا ايه ده اتس اوكي تو فيل، ايه ده انا ما ايه ده انا ضحك عليا وضحكت على ان انا ضحك عليا. فالريلايزيشن ده كده على مستوى الريورد سيستم مريح قوي. فهو لو شخص كده محتاجين ممكن نتذاكى عليه ان احنا نديله آه، بيئة آمنة يعرف ياخد فيها حاجة ويفيل خطوه. فيها، والناس كلها واقفين ده ما انت كويس اهو، فيتجرأ اكتر. هو بس الجرأة رايحة، فلما حد يبقى جرأته رايحة تماما ما اطلبش منه حاجات ممكن تكون في مستوى الشخص اللي ما عندوش مستوى التراما ده. فيري سمول ريسكس. انا بعمل كده، اقول له مثلا حد عنده انكزايتي، اقول له طيب تعالى نمسك الانكزايتي من الاول للاخر، ابسط المواقف، وانت نازل قول لحد صباح الخير وابتسم في وشه. بالنسبه لي شيء عادي، هو بالنسبه له يا لهوي ده ممكن ما يردش عليا ده حي. مم. فهو بالنسبه له الحاجات البسيطه دي مرعبه. فبيلد، نرجع تاني للبيبي ستابس، بيلد من فيري سمول ريسكس، لان هو بالنسبه له مفهوم المخاطره مختلف عن مفهومي. انا مفهوم المخاطره بالنسبه لي مثلا ان انا اصرف كامبين ب $50,000 ما تجيبش ريتيرن،
لان انا اوريدي المفهوم ماتيور قوي. هو المفهوم بالنسبه له قلت لك صباح الخير ما ردتش عليا، انت كده ما بتحبنيش، الدنيا باظت، حاسس بالرفض، لازم اخضر مشاعري. فانزل لمستواه علشان اعرف اديله يدوق من حاجه فنبيلد اب عليه. فانا حتى يعني اعتقد حتى اللي بيدي الثيرابي محتاج يبقى عنده البيشنس والكومباشن ان ده ايه ده لازم يبيلد من تحت خالص. تهيألي ده برضو من الميكانيزمات اللي بتحصل مع الناس اللي بيبقى عندها بروكراستينيشن او التأجيل. ان انا بس مش هينفع، بس مش هيجي، فبالتالي مش هعمل حاجة او مش هبدأ. ان انا افضل ببقى التأجيل مش لهدف التأجيل على قد ما هو الخوف من مواجهة الحاجة، او احساسي انا بعدم كفاءتي، او ان انا مش عايز اوصل لنجاح، او خايف من ان انا حاجة تبوظ مني، فمش هبدأها لحسن تبوظ، او مش هبدأها حتى في بعض الاوقات لحسن انجح. ده بيخوف ساعات اكتر من هي تبوظ اصلا. فبقى طول الوقت اوكي تنفع بس بلاش، تنفع بس بلاش. ومتهيألي من الكتب اللي بتتكلم على التيبس اللي هي بتاعه البرودكتيفيتي، او ازاي انك تقدر تعمل، او ازاي انك تشوف، من الحاجات اللي ساعات الفيجن، ان هي تخيل انت عايز توصل لايه، اوكي، وعايز تروح فين، وعايز الدنيا تبقى فيها ايه، وابدا حط ده بيبي ستيبس تاني علشان توصل لده. وتشوف انت فعلا بقى فعلا عايز ده، يعني عايز التارجت ده، عايز توصل الحتة دي، ولا الحتة دي هي مجرد حلم انت واخده، او هدف انت واخده من واحد جنبك وهو مش بتاعك. هي دي مهمة قوي في حتة ان برضه وارد يبقى في طريق، هو في طريق الطريق ده فيه مخاطرة، وانا اقعد احاول اجبر نفسي اخده فقط علشان اثبت لنفسي ان انا بتاع مخاطرات. بس هو في الحقيقة الطريق ده اصلا مش هاممني ومش aligned مع my interests. يعني لما تيجي تعافر في حاجة بما انها هي كده كده صعبة ومحتاجة شغل على المخاوف، فتأكد انك رايح لشخصية انت فعلا مهتم تكونها، ما يكونش بروجكشن او حاجه انت فاكر انك لو بقيت عليها الناس هتقبلك. دي اكتر ستراجل، هو انا عايز ابقى ايه. يعني ممكن واحد كده لو في قعده امان يقول لك انا نفسي ابقى نجار، طبعا الفكره بتترفض النجار والناس طب يا عم انت ممكن تفتح محل نجاره رهيب اليت وتبقى بتعمل كونتنت على يوتيوب تخلي الناس يعملوا دي واي اي في البيت. فشوف انت عايز ايه. لما الواحد الايدنتيفيكيشنز بتقع او الماسكس بتقع ويلمس كده هيز ترو سيلف، يلاقي ان هو عايز حاجات ملهاش ادنى علاقه في المعافات اللي هو شغال فيها، ولا حاجه بدله ولا حاجه شيك، عايز حاجه بيلاقي فيها جوي. لو لقى دي ساعتها الكلام على البيبي ستابس هيبقى منطقي. لكن فعلا ممكن حد يكون بيقول يس بط او بتاع، لان هو اصلا لحد النهارده هو مش عايز طريقه تعافي، هو لسه مش فادي، مش ده اللي هو عايزه، مش هو مصدق اللايف ستايل ده احسن. يا عم خلاص روح، لما تحس ان هو مش احسن لك تعالى تاني، لان خلاص. وساعات بيبقى ان هو رافض الصورة الحقيقية او الكيان الحقيقي بتاعه. يعني واحدة كانت مثلا هي مش عارفة تدخل بروكراستينيشن ومش قادرة تدخل امتحان ثانوية عامة 7 سنين. واو. طيب مش يمكن يبقى ان انت لو اتجوزتي وبقيتي ربة أسرة وبتاع، لا ازاي انا لازم اخلص طب وايه اللي معطل؟ ما هو مش عارف، كل ما بيجي الامتحان والدنيا بتبوظ وقعدنا في فكرة ان طب ما يمكن مش هو ده اللي انت عايزاه من الدنيا، مش هو ده اللي بتاع، لا وازاي في الاخر هي اتجوزت وقعدت في البيت. وبقت ده مبسوطه ومستريحه وكل حاجه يعني which is fine، مفيش مشكله. عايزه تعملي ده، كنت عايزه العكس اعملي العكس. لكن بيبقى الخوف من الصوره بتاعت المجتمع او الشكل مع قدام الناس او مع العيله او مش عارف ايه، ان انا مش عايز حد يقول عليا ما عرفتش انجح في الثانويه. انا عشان كده النقطه اللي بقول لحضرتك عليها كنقطه اخيره، انا smart people don't، يعني هقولها كده بالانجليزي don't fight impossible temptations. يعني انا هحاوط نفسي بناس عندها نفس الفاليوز بتاعتي، لكن انا مش هحاط لحد مختلف تماما وابقى بقول لا لو العالم كله اتجاهه كده انا محتاج ابقى كده. لا، انت بني ادم يا حبيبي، you can be influenced. لو دي الفاليوز بتاعتك لاقي ناس شبهك walk baby steps ووصل اللي انت عايزه، خلصت.
شكرا جدا، شكراً انا جداً. مبسوط دايما وانا أتكلم كمان معاك. والله، تسلم يا الله دكتور. يخليك.